بقول لك ايه، بونسوار، انا جاي اكلمك على فكره. ايه ده؟ قشطه يا ناس ده ولا ايه ده؟ انت جامده قوي. ميرسي قوي. انا كنت عايزه اسالك انا كنت وبقيت خلاص. وحش يا بوسي، احب الدماغ. لا كده عيب، كده عيب. انا صحيح حلوه وقمر وتحفه، بس ما ينفعش تعاكس كده، لازم تعاكس بشكل حضاري. حضاري ازاي يعني؟ هنطلع فوق العارضه زي كابتن عصام الحضاري بقى واقعد قشطه يا ناس ولا اعمل ايه؟ بالمناسبه انت معاك ايه؟ معايا حسن وعبد الله. ربنا يخليهم لك. ويخليهم لك. هما مين دول يا متخلف؟ ما اعرفش بقى، باسالي تامر حسني. يا ولد انت، انا قصدي انت معاك شهادات ايه؟ معايا نحو الاميه. الحمد لله، يعني انت جاهل. لا، معايا بكالوريوس شكاره. طب طالما انت معاك اللي انت قلت عليه ده، ليه بتعاكس بالفلجره دي؟ طنط علمتك كده؟ طنط علمتك كده؟ فهمت ايه؟ انا اتعلمت كده من استاذ الاغنيه شاعر الجيل الاستاذ خبق البق. ده بني ادم؟ لا، كنبه خلاط. ما بني ادم. انت مالك في ايه؟ انت ايه الجهل اللي انت بتتفرجيش ما تسمعيش قناه الاح ام؟ اسمعيها، بيقولوا فيها اغاني حلوه قوي. الاغنيه بتاعت خبق البق الجديده بيقول فيها قشطه يا بلدي يا مقلوص يا ملاز. وانا من خلال التليفون بتاعك احب اقول لجماهير خبق البق ان هي تسمع كلامه وتقدر مجهوداته في الاغاني العاطفيه والوطنيه، عشان ما يبقوش جاحدين. وكمان بيكتب وطني؟ ده بيكتب وطني، ده هما بيجيبوه اساسا في الاغاني الوطنيه. ده لسه كاتب اغنيه امبارح عشان مصر غلبت الزمالك في كاس القارات. حكايه. والله بتقول ايه؟ بتقول قشطه يا بلدي يا مقلوص. الله الله الله. والله. وهو بيقول ايه بقى؟ هو بقى بيروح قايل بقى في الاخر ويروح عاض على شفايفه ورافع علامه النصر. اسمها علامة النصر، علامة النصر يا حبيبي. ما تفكك بقى من الحوارات دي وما تبقيش قديمه بقى وتعالي لنا في العالم بتاعنا يا جميل انت يا ملزلز. يا نهار اسود، عودة سريعة الى الاستوديو. حد يجي يشيل البيئة ده من هنا. انتاج انتاج.